إشارة من حكم اللقاء على اعتبار وجود تمثيل من وليد. كرة ملعوبة، خطرة هذه، جول 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 أول لمصلحة فريق نادي النفط. موسى عدنان ياتي اللاعب الفنان ليسجل أول الأهداف لنادي النفط في الدقيقة السابعة، مع أيضا تفاعل الكابتن يحيى علوان، وهنا أيضا كاظم سلطان، وبالتأكيد موسى عدنان يأتي برأسية جميلة في شباك الديوانية في أول 7 دقائق من زمن هذه المباراة في الشوط الأول من الجولة السادسة. إلى مصطفى عبد الله، إلى مصطفى ناظم، إلى أحمد سعيد، مناولات، تحضير، كرة عالية، محاولة خطرة هذه، جول 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 التعادل لمصلحة فريق نادي الديوانية في الشوط الثاني. الديوانية يسجل الهدف، هدف التعديل، مع فرحة الحارس مهدي هاشم، وبالتأكيد هدف جميل. عبد الله خلف يأتي بالتعديل بلمس تهديفية برأسية جميلة في شباك نادي النفط، يسجل فريق نادي الديوانية هدف التعادل. أيضا جماهير الديوانية من البنايات المحيطة والمجاورة لملعب نادي الكرخ، ملعب الراحل أحمد راضي، فرح بهذا الهدف، هدف التعديل. نفس الطريقة، نفس اللعب من جهة اليسار، أحمد سعيد، كرة عالية أمامية، يأتي عبد الله خلف برأسية بمتابعة يسجلها على يسار حارس المرمى مصطفى سعدون. ماذا فعلت؟ إنك أبدعت، تألقت، تفننت، سجلت، وبعد ذلك ابتهجت، ومن ثم افراح الكادر التدريبي لنادي الديوانية، وتحديدا المدرب الغزال الأسمر قصي كريم. تدخل الآن، خطرة، هي جول لكن ضاعت هذه، مضيع غريبة عجيبة لهذا اللاعب، لم يستغل هذه الفرصة. فلا عبد الكريم سوء التنفيذ، أحمد عبد المجيد سوء التفاهم، ما استغلها، المرمى خالي وما خلاها بالجول. ايش وقت تسجل يا فلاح عبد الكريم؟